أسعد الله مساءكم بكل خير متابعيني متابعين قناة الحقيقة مع بدران. أهلا بكم. عودة مرة أخرى إلى حضراتكم. هل مصر ضحكت على السعودية؟ إيه سبب الخلاف الحالي اللي بين مصر والسعودية؟ العالم كله بيتكلم والصحف العالمية كلها بتتكلم على أو عن خلاف حالي بين مصر والسعودية، وعدم الارتياح بين مصر والكويت حاليا والإمارات، يعني أعز وأقرب أخوة أو 3 دول تربطنا بيهم علاقة أخوة مورثة. مصر زعلانة معاهم. إيه السبب؟ هقول لحضرتك السبب اللي ما سمعتوش ولا هتسمعه من إعلام العار للأسف الشديد. هقول لحضرتك دي الحقيقة، لان الموضوع الاعلام ما بيتكلمش فيه خالص. كل الاعلام بيتكلم فيه له برامجه. مش عايز اتكلم في حاجه، ولكن انا اقول لحضرتك ايه سبب الخلاف بين مصر وبين السعوديه، والوضع المتأزم حاليا اللي العالم كله وجميع المواقع بتتكلم عليه الا الاعلام المصري. تربط مصر والسعوديه والامارات والكويت ودول الخليج علاقة أخوة مورثة. طيب، كلنا نعلم إن بداية الموضوع، ركز معايا، إن السعودية أمريكا عرضت عليها إنشاء مدينة عالمية، مدينة زي ما بيقولوا مدينة الأحلام، اللي هي مدينة نيوم اللي قال لك هتنشأ على السعودية، وبمشاركة أردنية ومصرية وسعودية. اوهموا السعوديين، اخواننا السعوديين وخارج السعوديه، للامريكان ان احنا هننشئ لكم مدينه الاحلام على اراضي عربيه مصريه، ولكن بشرط. ايه هو؟ خد طيران وصنافير من مصر. وشرفنا الملك سلمان ربنا يديله الصحه، ولقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والقياده المصريه، ومهاترات طلب عودة الجزيرتين. ومع ذلك الشعب المصري رفض، قال لك ان دول مصريتين، ورجعنا لمستندات قديمة، ولكن أكدنا والمحكمة المصرية حكمت ان الجزيرتين مصريتين، والشعب المصري صار والبرلمان وافق على عودة الجزيرتين بالاتفاق مع السعودية. وحدث أكثر من لقاء وفد مصري مع وفد سعودي على كيفية عودة الجزيرتين، أو الاتفاق على عودتهم، أو طريقة عودتهم، أو أسباب العودة إيه. وكان على رأس هذه القائمة الأمريكان. أمريكا أمريكا كانت بتشرف على هذا اللقاء. الجزيرتين دول بين 3 أطراف يا حضرات، لأن الجزيرتين دول خضعوا لمعاهدة السلام بعد حرب 73 على اساس ان عليهم قوات مصريه واتحطت عليهم قوات دوليه، فاسرائيل طرف في الموضوع، فكان لابد من موافقه اسرائيل بعوده الجزيرتين. اذا امريكا لما قالت هترجع الجزيرتين، او الولايات المتحده، قال لك ان امريكا تشرف على الامن في الجزيرتين. تمام، دي ترجع للسعوديه مش بتاعتنا. السعوديه وافقت ومصر مالهاش دعوه، وابتدوا قال لك ان احنا هنستعوض القوات حفظ السلام اللي هي اليو ان اللي على الجزيرتين دول، اللي هم لمراقبه السلام، بمراقبه الجزيرتين اجهزه مراقبه من شط البحر قرب من سيناء، من سيناء على شط البحر. مصر وافقت على كل ده عشان خاطر ما تزعلش وتغضب اخواننا السعوديين والدول العربيه، وكان هناك التراضي والاتفاق. ولكن حدث ما لا، او مصر، المخابرات المصريه والامن المصري وصلته معلومه مؤكده ان ده فخ لمصر، زي ما بنقول يقسم ظهر مصر مدى الحياه، والخساره بالمصري مدى الحياه. طلع فخ امريكي غربي اسرائيلي للاسف الشديد كان هيقسم ظهر الاقتصاد المصري مدى الحياه. ليه؟ اولا، الامن المصري
او الاستخبارات او المخابرات الاجهزه الامنيه المصريه تاكدت تماما وبكل ثقه ان اسرائيل بالاتفاق مع الغرب كانت هتشق او تعمل قناه من وسط الجزيرتين دول موازيه لقناه السويس. ايه المشكله يا عم؟ لا، لها الف مشكله. انت العائد السنوي بتاع حضرتك النهارده من قناه السويس ما يقرب من 8 مليار دولار، وحفرنا شرق التفريعة عشان ان احنا نزيد التدفق وسرعة المرور من قناة السويس، وما زلنا بنعاني من ديون، وان مصر منتظرة المزيد من قناة السويس. لما اسرائيل تعمل قناة موازية لقناتك، صدقني محدش هيدخل ولا في قناة هتمر من عندك. لو انت قلت القناة دي رسومها 100 دولار هو يقول لك 10 دولار. ثانيا، ما تستبعدش ان انت يكون في تعليمات للدول من الدول الغربيه والاوروبيه بعدم مرور اي سفن من قناه السويس، كله يخش من القناه الجديده لقناه بن جوريون لقناه اسرائيل. اسرائيل هتعمل قناه، كانت ناويه تعمل قناه اسمها قناه بن جوريون تمر موازيه لقناه السويس تحديدا لضرب الاقتصاد المصري مدى الحياه. نعمل ايه احنا بقناه السويس؟ نعبيها في ازايز ونشرب ميات. هو ده اللي الغرب كانوا عايزين يعملوه. مصر عرفت بالخطه دي، راحت راجعه تاني قالت لك احنا مش هنسلم قناه السويس لاسباب. السبب الظاهري اللي العالم كله اتكلم عليه واللي مصر شكلا شيرته او اعلنته بطريقه ما يصل الى الصحف العالميه، ان الغرب منعوا او حجبوا عن مصر المساعدات المستحقه لمصر اللي هي المعونات العسكريه. هي بتقدر مبالغ ماديه بناخد بها معونات عسكريه طبقا لاتفاقيه السلام ما بيننا وبين اسرائيل، ده حق. فمصر قالت لك لا، احنا مش هنسلم قناه السويس، مش هنسلم الجزيرتين، لان امريكا والغرب منعوا عننا او بيمنعوا وبيقلصوا المعونات. وراحت مصر واقفه علينا. ولكن السبب الحقيقي ان مصر عرفت وتاكدت مليون في الميه ان ده فخ معمول للدول العربيه وخاصه لضرب مصر في مقتل والاقتصاد المصري. عمر الغرب ما هيحبونا، عمر الغرب يا اخواننا السعوديين ما هيقول لك هعمل لك وهنشئ لك وهطور لك ببلاش. عمر الصهاينه ما هيحبوك ولا يحبوا مصر ويحبوا العرب. احنا ابقى لبعض، ولازم نكون احن على بعض من الدول الغرب اللي بتدمرنا وبتدخل الفتنه بيننا وبين بعض. فانا يعني نقول السعوديه طول عمرنا، اخواننا السعوديين طول عمرنا اخوه ساعدونا كتير في المحن، ومصر ساعدت كتير. الكويت ساعدناهم كتير وساعدونا كتير، والله يرحم العروبه 90. انا كنت من هذا الوقت، هذا التوقيت، كنت من ضمن القوات الخاصه المصريه اللي عصرت اخواننا الكويتيين هنا في مصر. والعروبه 90 احنا ما بنعايرش، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي في احدى اللقاءات الاخيره قال لك ولا تنسوا الفضل بينكم. انت ليك عندي وانا ليا عندك واحنا اهل. انجرف مع زعل السعوديه اخواننا الكويتيين. يعني انتوا تهدوا الملعب شويه وتهدوا شويه يا اخواننا الكويتيين، وكفايه اللي انتوا بتقولوه. ولكن احنا برضو في الاول والاخر دي مصر. الامارات زعلانه. انا رساله اخواننا السعوديين، احنا اخوات وكلنا عرب وامه واحده. انتوا المفروض تقفوا معانا في هذا المأزق اللي كان هيدمر مصر. ايه المشكله يا سياده سمو الامير محمد لما نصبر شويه، لما نصبر شويه، لما الامور في مصر تتعدل، لما الدنيا الوضع الاقتصادي في مصر بعد ما انهار الفتره اللي عدت وانت شايف ومتابع كل شيء، امور تهدى شويه. اخوانا الكويتيين ما يعني معلش الاعلام الكويتي والقنوات المغرضه الناطقه باسم اخواننا الكويته، ولكن هي قنوات مأجوره ايا كانت، قنوات خاصه على اليوتيوب او في الاعلام الكويتي، عايزه تزيد. ما تنساش ان مصر جميله ام الدنيا وهتفضل قد الدنيا. اخواننا الاماراتيين انتوا على راسنا من فوق، والحب بيننا وبين الامارات بالوراثه مورث.
من ايام رحمة الله عليه زايد الخير، الشيخ زايد الخير، حبيب ومعشوق الشعب المصري. كان ده فخ يا حضرات لمصر ان اسرائيل هتبقى بامر من الغرب، وده محضر بيتعمل وهتمضي عليه كل الدول، ان اسرائيل هتشرف على الامن على الجزيرتين، وبناء عليها هتشق قناه موازيه لقناه السويس، وباي باي يا مصر اشربوا ميه قناه السويس. ده المشكله. لكن مصر لا ضحكت على السعوديه، واحنا اخوات واحنا اشقاء، سمو الامير محمد. لك تحياتي واحترامي والشعب المصري جميعا، بس اصبر شويه، اصبر شويه. ما انت شايف الوضع والمؤامرات على مصر. سد النهضه اللي اتعمل ده تخطيط غربي اسرائيلي، لقيوا مفيش نتيجه، نزلوا تركيا ليبيا، ما قدروش. والخط الاحمر النهارده قناه موازيه لقناه السويس، ده تدمير للشعب المصري والاقتصاد الشعب المصري مدى الحياه. سمو الامير محمد باسم كل المحبين للسعوديه والمصريين، احنا بنحب السعوديه واخواننا السعوديين، ولن يفرقنا عدو او فتنه بين شعبين. اصبر شويه والامور تهدى وامور مصر تنعدل، اكيد هيكون هناك حل. ده حضرات المشكله القائمه الحاليه اللي الاعلام كله بيتكلم عليها، الغربي والعربي والقنوات الخاصه، ولكن ده الحقيقه. وانا قناتي اسمها الحقيقه مع بدران، اللي ما شرفنيش شرفني بالاشتراك، هسيب لحضراتكم الرابط اسفل الفيديو. شرفوني بالاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.